معاكم طارق كابر. النهاردة هتكلم عن الناس اللي عايزة تشتري كلاب. والموضوع مش صعب، لكن بحب افكركم ان في حاجات اساسية انت لازم تعملها، سواء انت هتشتري او هتتبنى او لقيت كلب حتى في الشارع. ما ينفعش ان انت تاخد اي كلب او تتبنى اي كلب. فايه الكلب اللي يناسبك او ازاي تستعدله؟ بقى نصور الفيديو ده عشان تشتري كلب او تتبنى كلب، سواء انت هتاخد الكلب يعني لنفسك، هتربي كلب يعني من الاخر، يخرب بيت كده. ما علينا. قبل ما تشتري كلب في خطوات اعملها، يعني دي اساسي، قاعدة عامة اي حتة في الدنيا، سواء انت في اي مكان هتشتري اي نوع، في حاجات اساسية لازم تعملها. اول حاجة تقرا عن الكلب كتير كتير قوي عشان خاطر ما تندمش بعد كده. كمان تسأل الناس اللي هي بتربي نفس الفصيلة، المدربين، تسألهم عن طباع الكلب ده. اسأل على الطباع، متسألش على الأسعار. اسأل على الطباع، دي أهم حاجة مش السعر. قد يكون الكلب رخيص لكن هو ما ينفعكش أصلا، يعني مش مجرد ان الكلب عجبك او عجبك ان احنا هنروح خلاص هنشتريه وعجبنا، او عشان رخيص فاحنا نشتريه، أو النوع يعني عشان رخيص نشتريه. دي ركز عليها كويس. اولا قبل ما تشتري كلب انت لازم تعرف انت عايز ايه بالظبط من الكلب اللي انت هتشتريه. تاني حاجة هي مكان الكلب، لازم تكون مظبط له مكان عندك في البيت كويس، طبعا مناسب لطباعه. قد يكون في كلاب ما بتحبش تتحبس، ما بتحبش الربطة كتير، عايزة مكان واسع. فبناء عليه بما انك سألت فهتعرف هو محتاج مكان ازاي. فانت لازم تظبط المكان الاول، وبعد كده تجيب الكلب، مش العكس، مش تجيب الكلب وبعد كده تشوف له مكان. تالت حاجة وهي الاكل والشرب، يكون عندك مصدر دائم للاكل، سواء هتاكله انت فريش فود او دراي فود، اكل مجفف او اكل يعني فراخ وهياكل وكده. دي تالت حاجة قلنا الاكل. رابع حاجة هي وقتك. طبعا مبدئيا بما انك انت قريت عن الكلب كويس، فانت عارف ان الكلب ده هل بيحتاج ان انت تقعد جنبه فترة، يعني بيحتاج من وقتك كتير، ولا هو كلب مش بيهمه وجودك يعني عادي، او ممكن يستحمل بعدك. في كلاب كده وفي كلاب لا، بتحب ان انت دايما تكون جنبها كتير. فانت بما انك انت قريت كويس فانت بتظبط ده على وقتك. انت عارف مثلا انت ممكن تكون فاضي ساعة في اليوم فهتقضيها مع كلبك ليه عليك حق ان انت تقعد معاه كده يعني. في كلاب مش هتقبل بالعشر دقايق اللي انت استغنيت عن وقتك وجيت على نفسك وخليتهم له. في كلاب بتحتاج وقت اكتر، في كلاب بيجيلها حالات نفسية لو انت بعدت عنها لفترات. فخد بالك ان يكون في وقت انت مخصصه للكلب ده، طبعا بناء على اللي انت قريته والمدربين قالهولك ان الكلب ده صوت بره عالي فشخ. هي دي اخر حاجة، ان هي تكون ان انت مخصص وقت الكلب تقعد معاه فيه، تلعب معاه، طبعا ده لازم. بس ده باختصار جدا الاربع حاجات دول. لكن لو هنتكلم عليهم بتفصيل فاحنا هنقعد وقت كتير جدا. ده قبل ما تشتري اي كلب، لان في ناس كتير ظلمت كلابها معاها، رميتها، باعتها بعد اول اسبوع، ويمكن بعد تاني يوم ممكن تلاقي ناس بتقول ان الكلب ده مش مناسب ليا، مكنتش عارف ان هو كده. الكلب اكتف جدا، الكلب ما بيسمعش كلامي. نراجع تاني الحاجات اللي انت هتظبطها قبل ما تجيب الكلب. هي اول حاجة تقرا عنه كويس، تاني حاجة المكان، تالت حاجة الاكل والشرب، يعني ان انت تكون مظبط مصدر على طول تجيب منه اكل ما يتقطعش طبعا. رابع